السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان، واهتمام أهلاوي كبير بنهاية سعيدة للعام 2024. الأهلي مع إنبي الساعة 5 في استاد المقاولين في الجبل الأخضر، سعيا وراء استعادة الفريق لصدارة الدوري، حتى وإن كان لسه له كمان مباراة مؤجلة مع سموحة، لكن الفوز يمنح الأهلي هذه الصدارة، وأيضا ينهي عام 2024 النهاية اللي يستحقها الأهلي في تحقيق كتير من الإنجازات والبطولات والانتصارات في خلال 2024. كل سنة وحضراتكم طيبين. التشكيل الآلي للمباراة مش مفهوش أي مفاجآت أو أي جديد أكتر من إنك أنت بتتكلم في العناصر المتاحة. الخواجة ريح محمد الشناوي فهيشارك بشكل أساسي مصطفى شوبير، ريح عمر كمال عبد الواحد، شارك بصفة أساسية في الباك رايت أكرم توفيق، شارك كمان كهربا بره القايمة، فبالتالي يلعب وسام، والبديل يكون سمير محمد المهاجم الصاعد اللي نتمنى انه تتاح له فرص اكتر للمشاركة الفترة الجاية ان شاء الله. بقية المراكز زي ما هي، بنتكلم على يحيى عطية الله في الباك الشمال، وبنتكلم على أشرف داري، والأقرب رامي ربيعة معاه، أو ياسر إبراهيم حسبما يرى مستر كولر، وإن كان رامي أقرب. بنتكلم على مروان عطية، وبنتكلم على عمرو السولية أو كوكا، وبنتكلم على إمام عاشور، وقفشه موجود تتاح له فرصه، وبنتكلم في بيرس تاو يمين، وحسين الشحات شمال، ووسام ابو علي راس الحربه الفلسطيني المتالق. مفيش خلاف على اهميه المباراه، لان الاهلي كمان بيطلع منها على طول يبدا يرتب ورقه للسفر يوم الاربعاء للجزائر عشان يلعب شباب بالوزداد مساء الجمعه ان شاء الله في دوري الابطال في الجزائر. انما امبارح الدكتور سعد شلبي، يمكن تعليقا او تعقيبا على قرارات مجلس الاداره في قناه الاهلي، اتكلم على استاد الاهلي وقال ان في مفاجاه كبيره لجماهير الاهلي عند الانتهاء منها هيعلن عنها، وان الاستاد بيمثل في تفاصيله وفي مضمونه وفي الترتيبات اللي مجلس الاداره وشركه الاهلي للانشاءات الهندسيه بتعملها، بتمثل مفاجأة كبيرة ونقلة كبيرة للنادي الأهلي. الحقيقة أنا عارف إنه الاستاد في حد ذاته حلم كبير عند كل الناس، كل الأهلوية. لما في ناس عمال تستعجل، كذا حد بعت لي إحنا لسه هنفضل، وإحنا لسه هنسمع، وإحنا شفنا قبل كده وشفنا قبل كده. خدوا بالكم، المشروع كبير، إحنا بنتكلم في مشروع ضخم مش مشروع سهل، والآليات بتاعة تنفيذه والتعاقد عليه آليات استثمارية حديثة، وشركات وتشاركيات كبيرة خارجية، فالمسألة كبيرة مش سهلة، فبتاخد وقت من الدراسة والبحث والتقييم والموافقات والموائمات، في تفاصيل كتيرة في الموضوع. ناهيكم عن الجانب الهندسي والرسم المقترح والشكل اللي هيكون عليه والمضمون بتاعه كمدينة رياضية متكاملة، فالموضوع كبير مش سهل، موضوع كبير جدا. فخلينا نقول انه زي ما اكد الدكتور سعد، اللي بيتم الترتيب له يمثل مفاجأة كبيرة لجماهير النادي الاهلي، مفاجأة سارة جدا، وقت الانتهاء منها قريبا جدا هيتم الاعلان عنها. الاهلي كمان فيما يخص قرارات اتحاد الكرة او لجنة الانضباط، والاهلي بعت يطلب الحيثيات والاسانيد اللي على اساسها صدرت هذه القرارات. الاهلي كمان بيهمه انه يستعجل هذه المسألة علشان يعرف يستأنف. ليه؟ لانه انت هتضطر تنفذ عقوبة زي خالد عبد الفتاح، مديله 3 ماتشات على اللاشيء. الراجل ده يعني ما عملش اي حاجة غير انه لقى باب الأوضة مقفول، فالمراقب قال له خلاص اقعد، فقعد بموافقة المراقب وقعد بعلم المراقب، والمراقب مراقب مباراة الاهلي وبيراميدز كاتب ده في تقريره.
فيدوله 3 ماتشات، لانه الواضح جدا محدش قرا تقرير مراقب المباراه. يعني الف باء للجنه زي كده قبل ما تصدر قرارات واحكام بالشكل ده تقرا تقرير مراقب المباراه، لانه بيقول ليه خالد عبد الفتاح ما دخلش اوضه اللبس كلاعب مطرود. فالاهلي يهمه يستعجل ده، لانه هيتقال لك اصله ما ينفعش تستأنف على عقوبه ايقاف 3 ماتشات. بس ما ينفعش برضو انك تطلع حاجه بدون حيثيات وبدون اي اسانيد ولا اي بنود لائحه. فده اللي بيخلي النادي الاهلي بيستعجل مده او موافاته بهذه الحيثيات والاسانيد عشان يتسنى له التعامل معها قانونيا. نتمنى سرعه الرد. اتحاد الكوره كتير من اعضاء المجلس مش مبسوط من اداء لجنه الانضباط ولا من القرارات اللي صدرت، وهي في الاغلب الاعم خلاص اللجنه دي نهايتها، وبعد كده تنتخب لجنه جديده في مارس. انما الترتيبات الكتيره اللي في اتحاد الكوره للفتره اللي جايه اتمنى ان هي تتنفذ، لان فيها كتير افكار مهمه. ويمكن من اقرب القرارات اللي هاني ابو ريده ينتوي اصدارها فسخ التعاقد مع ميكالي البرازيلي المدير الفني لمنتخب الشباب ابو 120,000 دولار شهريا، 85,000 راتب، ثم خد بقى بعد كده كل الامتيازات الاخرى بالضرائب بالدمغات كل الالتزامات توصل ل 120 او 117,000 دولار. طيب المجلس هيفسخ على اي اساس؟ هيديله راتب 3 شهور. ال3 شهور دول 3 في 85 بنتكلم في 250 او اكتر الف دولار. مين اللي يدفع الكلام ده؟ هيدفعه اتحاد الكوره. ما هي تدفع ال 250 يا تفضل تقع بقى في الارقام دي كلها لمده 4 سنين اللي جايه. فشي طبعا يعني يا جماعه حاجه تخرج عن الهدوء. والله اللي حاصل ده في عقد ميكالي والفلوس اللي بتدفع والالزام اللي على اتحاد الكوره واللي كلهم بيتكلموا عليهم ضغوطات و مساله في منتهى الغرابه والعجب. مين دلوقتي هيضطر يدفع ال 240,000 دولار؟ كان الاقدر والاولى بجمال علام. احنا مش صابحين رايحين الاولمبياد يا عم جمال عشان اعمل لمدرب بحسابات اولمبياد 2028 اعمل له عقد دلوقتي ل4 سنين جايين. الاولى والاقدر والاصوب والاكثر احتراما ان انا كنت اسيب الملف ده للاتحاد اللي يجي يشيل شيلته، انما ادبسه في عقد زي كده علشان جمال علام على الترابيزه يقول لاعضاء المجلس سياده الوزير عايزني اخلص موضوع ميكالي، سياده الوزير مستعجل موضوع ميكالي، سياده الوزير طالب موضوع ميكالي. يعني الف باء لما يبقى في مجلس ما هوش سيد قراره ما ينفعش يدير الشغلانه خالص، لانه هو اللي بيتحاسب قدام التاريخ وقدام الناس وقدام الرأي العام وقدام اي مسؤوليات. فهتكون النتيجه اهو، عشان هاني يشيل شيلة جمال علام يدفع له 250,000 دولار من المال العام. هنشوف اللي هيحصل. لكنه بمناسبة اتحاد الكورة ولجنة الحكام واللي حاصل، نادي الزمالك من بعد المباراة اللي فاتت وحتى من حتى مباراة الأهلي وعمل هيصة جامدة جدا امبارح، خلاص قبض ثمن هذه الهيصة، خد حقه تالت ومتلت، ومش هتسمعوا كلام عن التحكيم لأنه على طول جه أحمد الغندور بإجماع الآراء. ما شفتش حد من خبراء التحكيم المصريين وحتى الأجانب اللي استعين بيهم قالوا إنه راجل لاعب الاتحاد عبد الغني محمد يستحق الطرد. كله قال لك لا، طرده ظلم. مارك هيسلي مثلا الإنجليزي اللي سأله إبراهيم فايق قال له الكرة ضربة جزاء واللاعب لا يستحق انذار ولا طرد، وفي إعاقة له، ضربة جزاء للاتحاد. لكن لو الحكم مش هيحسب ضربة الجزاء فما فيهاش تمثيل وما فيهاش
انذار خالص ولا يستحق الطرد. فكان في اجماع عند كل خبراء التحكيم اللي اتكلموا انه طرد لاعب الاتحاد ظلم، وده سهل مهمة الزمالك في المباراة. بدري بتخلص له بيلعب شوط كامل تقريبا الاتحاد ب10 لعيبه في الوقت اللي كان راكب الماتش وهو فرصه الاخطر و لكن هي الفكره كلها انت مش هتحسب ضربه جزاء رغم وضوحها. يعني ايه بقى انك انت تطرده؟ كارت تاني وطرد، ده سهل العمليه خالص. فالزمالك تاريخيا هو ده هدفه، زي ما زميلنا عمرو الدردير وهو ماسك المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك ايام اللجنه المؤقته قال كده بصريح العباره، قال لك يا جماعه احنا بنبقى في الزمالك واخدين حقنا تالت ومتلت، بس بندعي ان احنا مظلومين عشان ناخد اكتر. هي دي ثقافه وشغاله وماشيه على ناس كتيره قوي، ادارات واتحادات وغيره. والاعلام عن هوى وعن انتماء وعن مشاعر بيعلي في التون ده قوي. ما يخص الاهلي ما عادش حد بيتكلم عنه الا جمهور الاهلي. لكن اديكوا شايفين الاداء الاعلامي في الشكل ده عامل ازاي. علي تون الهيصه جامد، علي صوتك بالبكا، علي العويل والصراخ، تاخد مكاسب. ده اللي حصل في التحكيم. عشان كده هاني ابو ريده مطالب وبسرعه ضروره استحضار خبير اجنبي لاداره لجنه الحكام وتعزله عن كل الواقع المرير ده. اللجنه اللي موجوده تساعده لجنه اداره العمليه، انما يبقى القرار للراجل والحساب للراجل والعقاب مع الراجل. فنتمنى سرعه الرد على الاهلي في ملف الانضباط وسرعه استخدام الخبير الاجنبي للتحكيم. دي مساله اعتقد هتريح كتير، خاصه انه الفتره الجايه احنا بنتكلم على مسابقه المنافسه فيها او التنافسيه على الصداره حتى فيها ما شاء الله عاليه السنه دي. ده شيء كويس قوي. الاهلي، الزمالك، المصري، بيراميدز، 4 انديه كلهم بيلعبوا في منطقه ال11 نقطه، والزمالك امبارح كسب بقى 14، بس لسه الاهلي هيلعب النهارده ان شاء الله يكسب يبقى 14، وهكذا بيراميدز وهكذا المصري. فهتلاقي الاشتباك الرباعي ده موجود، وده كويس. ده تطوير لكره القدم المصريه ولمسابقه الدوري. انما السكوت بهذا الشكل ما اعتقدش ابدا يخدم اللعبه. شكرا جزيلا لحضراتكم.